اهلا يا برج الكات. تعالى نشوف مشاعر الحبيب تجاهك دلوقتي ايه في الوقت الحالي. يلا بينا، خلينا نشوف. هو واضح ان العلاقة دي اصلا زي كراش. واضح ان هي كراش، مش علاقة حب او كده. او بتحبوا بعض عن بعد. انتوا عمركم ما اتكلمتوا مع بعض، او عمركم آه، ما اقمتوا علاقة، يعني مكانش في علاقة اصلا، يعني فاهم. بس هو قاعد واضح ان هو روحاني جدا، شخصية روحانية جدا او متواصل جدا. هو قاعد بيدعي دلوقتي وعايز يبتدي معاك بداية حلوة، وبيجمع قوته كده، عشان هو بيحس ان انت بتأثر عليه جدا يا برج الجدي. بتأثر عليه و آه، عارف انت اللي روضت الاسد من الاخر. من الاخر يا برج، برافو عليك. بيحس ان هو برضو ولو لان في طاقة في بينهم مشاكل او whatever يعني. هو بيحس انك بتعرف تاكله بالكلام، ما بيعرفش يرد عليك، او ده الطبيعي ان انت ما يعرفش. انت مروض الاسد، يعني اللي هو كل كلامك هو بيفهمه وبيصدقه، يعني مبيبقاش عارف يرد. فدي زي ايه، وبيحس قدامك ان هو لسه بيكون وجهة نظره في الدنيا. يعني هو في ايه، هو انا ليه عامل زي الطفل قدامه كده. بس هو عايز يبتدي معاك بداية جديدة قوية. آم، ممكن كان الأول بيخاف منك ومن قوة شخصيتك، بس هو دلوقتي لا، عايز يعني ينمي العلاقة دي، وان انت وابتدى فاهم، ابتدى يفهم ان انت فعلا كل اللي انت كنت بتعمله ان انت كنت بتحاول تكبر العلاقة دي، او بتحاول ان هو يقرب منك، او ان هو يكلمك، او ان انت آه، تبقى معاه في علاقة متوازنة حلوة، انتوا الاتنين تكبروها. بس طيب، خطوته القادمة، تعالى نشوف خطوته القادمة. خطوة الحبيب يا برج الكلسي القادمة. هو جايلك وعايز يبقى يتحد معاك، وتبقوا انتوا الاتنين سوا. بص، هيبقى عايز يمسك ايدك. ممكن يكون في عائق فلوس، بس هو دلوقتي مش هيهمه يعني. هو حاسس ان انت غني مستقل مش محتاجه. بس هو ابتدى يشوف ان مش المشكلة في كده، المشكلة في عنده هو، مش المشكلة انك انت قادر تعيش حياتك. لا، هو ممكن يجي ويقرب منك، وان الحب هو اهم من المادة اصلا، ومش ده اللي هيمنعك تحبه او لا. حلوة القراية دي. ماشي يا برج الجدي.